واول ما صوره جورجينا نزلت على السوشيال ميديا كله بدا يسال ازاي عندها عيوب في بشرتها بالمنظر ده، رغم انها اكيد بتستخدم اغلى سكين كير روتين. وانا عملت بول على الشانل سالتكم فيه نتكلم عن ايه في اهم مشاكل البشره، واخترتوا الثلاث مشاكل اللي هي التجاعيد اللي تحت العين، الحبوب اللي تحت الجلد، والمسام الواسعه. ففي الحلقه دي هنحل كل مشاكل جورجينا، ولكن مش هقول لها تتفرج عليا زي ما ياسمين عز بتعمل. انا هقول لكم انتوا اعملوا لي سبسكرايب. انا دكتور نادية ويلا بينا نبدا. ونبدأ في أول مشكلة موجودة في صورة جورجينا، وهي الحبوب اللي تحت الجلد. الحبوب دي الصراحة بتكون مختلفة كتير عن البثور العادية. البثور العادية دايما بيبقى ليها راس سواء سوداء أو بيضة، وبنبدأ نصنفها بناء على شكلها. ولكن الحبوب اللي تحت الجلد بتكون انسداد في المسام حاصل تحت الجلد، فبالتالي جمع دهون وبكتيريا وادانا الشكل اللي موجود قدامكم في الصورة ده. المعرضين ليها أكتر طبعا هم أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، نتيجة لزيادة أو إفراط الإنتاج بتاع السيبم او الخلايا الدهنيه بتكون دهون اكتر على سطح البشره، فبالتالي ممكن تتجمع وتعمل حبوب تحت الجلد. ولكن مش ده السبب الوحيد. ساعات لما بنستخدم برودكتس مش صح او ميك اب مش كويس برضو ممكن يعمل لنا حبوب تحت الجلد. واكيد الاكل بيفرق، يعني الافراط في استخدام السكريات او ان احنا نتناولها في اشكالها المختلفه بيفرق جدا في السكين كير روتين بتاعنا. واخر حاجه ممكن تؤدي للحبوب تحت الجلد هي اكيد ان احنا ما نكونش بنستخدم سان سكرين او واقي شمس مناسب لبشرتنا. وكلمة السر في علاج الحبوب اللي تحت الجلد هي الساليسيليك اسيد. والحلقة اللي فاتت اتطلب مني ان انا اشرح اللاروش بوزيه ايفاكلار سيرم الترا كونسنتريت، فانا اخترته ان احنا نتكلم عنه لانه غني بالساليسيليك اسيد. المكونات بتاعته ساليسيليك اسيد 1%، جلايكوليك اسيد من 2 ل 4%، ولايبوهيدروكسي اسيدز. ودي كلها مقشرات بتدي للبشرة نضارة وبتدي تنعيم مع الانتظام في استخدامها. ومش بس كده، هي مش مناسبة بس لاصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، هي كمان لو بشرتك حساسة هتكون آمنة جدا. وبرضو خلينا نقول ان السيرم دوت مناسب اثناء الحمل والرضاعة. نتيجة السيرم بتبان بعد شهر متواصل من الاستخدام يوم بعد يوم، وزي ما احنا متفقين هو آمن للبشرة الحساسة، فممكن نستخدمه على وشنا بالكامل وعلى رقبتنا ما عدا منطقة مدار العين، ما ينفعش نستخدم فيها الساليسيليك اسيد خالص. ناس كتير بتسألني ايه الترتيب بتاع الساليسيليك اسيد في الروتين بتاعنا، خليني ده هقوله لكم في اخر الحلقة لما نخلص الروتين بالكامل بتاع جورجينا. تاني حاجة عايزة اقولها لكم، دي حاجة نقدر نعملها في البيت تقلل موضوع الحبوب اللي تحت الجلد. اولا انها لو ظهرت ما ينفعش نضغط عليها خالص، ده ممنوع الضغط تماما عشان ما تبقاش حصل فيها التهاب او نعرضها لان يحصل انفكشن او بكتيريا او غيره. ولكن نقدر نجيب كمادات ميه دافيه نحطها على المنطقة اللي فيها حبوب من 10 ل 15 دقيقة، والعملية دي تقدروا تكرروها مرتين في اليوم. ومن اكتر الاسئله اللي بتجيلي على الشانل بتكون عن تاني مشكله هنتكلم عنها دلوقتي، وهي مشكله التجاعيد اللي تحت العين زي ما هي واضحه في صوره جورجينا. منطقه مدار العين من الحاجات اللي مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نبدا بالاهتمام بيها بدري. هي مش من اساسيات السكين كير روتين انك تجيبي كريم عين، ولكن كل لما اهتميتي بترطيب المنطقه ديت هتفرق معاكي جدا في علامات الوجه التعبيريه وفي التجاعيد كل لما تكبري. يعني انا بنصح اي حد في العشرينات بيتفرج عليا دلوقتي ان هو يبدا باستخدام الحاجات اللي بتحافظ على منطقة مدار العين. نيجي للسؤال المهم، وهو ايه هي الحاجات اللي بتحافظ على مدار العين؟ اهم 3 حاجات بالنسبة لنا هو ريتينول، هيالورونيك اسيد، وكمان واقي الشمس. والثلاث مواد الفعالة اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي بيساعدوا على شد المنطقة دي، تحفيز الكولاجين، تقليل التصبغات، وكمان تقليل علامات الوجه التعبيرية لما بنضحك وغيره. عشان كده مهم جدا ان احنا نكون بنستخدم ريتينول بعد سن ال 25، وهيالورونيك اسيد ده على طول عشان فعلا يساعد على ترطيب المنطقة دي. بتسأل برضو عن شانل كتير هل ينفع نحط الريتينول سيرم بتاعنا في منطقة مدار العين؟ لا خالص. عشان كده هقول لكم دلوقتي اهم كريمات العين اللي فيها ريتينول اللي تقدروا تشتروها فتاخدوا الفايدة الكافية وتستفادوا منها بدون اعراض جانبية. اول حاجة الانكي ريتينول اي كريم من الحاجات الممتازة جدا. تاني حاجة الاي سي ام ديولاس اي كريم، وده انا هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس او في الانفو كارد في حتة ما عشان تتفرجوا عليها لان انا عاملة حلقة عنها مخصوص. تالت حاجة هو اليورياج اتش بروتكت اي كريم، وده برضو من الحاجات اللي فيها ريتينول وبيحمي من البلو لايت بتاعت الموبايل، ودي برضو عملت عليها حلقة هحطها لكم في الديسكربشن بوكس. واخيرا من اهم الكريمات اللي انا دايما بنصح بيها هي الافان فيزيوليفت اي كريم. وتالت مشكلة في صورة جورجينا هي المسام الواسعة،
وبصراحه من وجهه نظري دي المشكله الاسخف على الاطلاق لان اي حد بشرته دهنيه او مختلطه فعلا بيعاني من المسام الواسعه، ولما تيجي تحطي ميك اب شكلك بيبقى صعب جدا في الفاونديشن. عشان كده ما بحبش احط فاونديشن اصلا. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اعالج المسام الواسعه بتاعتي سواء بوصفات طبيه او بمواد فعاله. خليني اقول لكم ان احسن حاجه فرقت في موضوع المسام الواسعه ده بالنسبه لي انا هي النياسيناميد. انا بستخدم باليا نياسيناميد ومعاه زنك، ده زي بالظبط الاورديناري اللي هو فيه نياسيناميد مع 10% زنك. هو نياسيناميد 10% بلس 1% زنك. ده من الحاجات نفس التركيبه بالظبط بتاع ده اوردينري، ولكن حلو جدا. بيفرق في موضوع ان المسام تبان ضيقه وان انت تو هاف ذا بيبي سكين. وخلينا برضو نقول ان النياسيناميد موجود في الافاكلار سيرم اللي انا لسه شرحاه في اول الحلقه. يعني لو انت عندك مشكلتين تقدري تستخدمي الافاكلار سيرم الالترا كونسنتريت. غير كده كمان من الحاجات اللي مهمه بالنسبه لنا لاصحاب المواد، لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه اللي بيعانوا من المسام الواسعه، ان احنا نكون بنستخدم مكعبات تلج شاي اخضر. بتخلي الشاي الاخضر في ميه سخنه وبعدين بتسيبيه لحد ما يبرد تماما، وبنحطه في مكعبات التلج وبنسيبه في الفريزر. وتافر بقى انت جايه تعملي السكين كير روتين بتاعك، وطبعا يا ريت يعني يبقى في الصيف لان الموضوع في الشتاء بيبقى صعب قوي. تقدري تستخدمي التلج اللي فيه شاي اخضر على بشرتك مساج خفيف، بيفرق قوي في موضوع المسام. وللناس اللي ما بتحبش تستخدم سيرمز على بشرتها تقدر تستخدم كريمات هقولها لكم دلوقتي، وهي السيبيوم بور ريفاينر فروم بايوديرما. وده فعلا من احسن الكريمات اللي انا استخدمتها اللي بتخلي بشرتك بيبي سكين خالص. وكمان برضو من الكريمات الحلوه قوي هي الافاكلار مات. ونيجي بقى للسؤال المهم، هل الريتينول بيفرق في موضوع المسام ولا لا؟ طبعا الريتينول بيعمل كذا حاجه للبشره، وانا هحط لكم دلوقتي لينك فوائد الريتينول كلها عشان ما نطولش الحلقه. فهو طبعا بيفرق في موضوع المسام لو انت بتستخدمي ادابالين او اكريتين في الروتين بتاعك. تعالوا بقى دلوقتي نقول ترتيب الروتين الصح بالنسبه لجورجينا عشان يعالج الثلاث مشاكل. وللناس اللي كملت معايا الحلقه لحد دلوقتي يلا بينا مع بعض نقول الروتين اللي هيخلصنا من الثلاث مشاكل. اول حاجه الصبح هتستخدمي غسول فيه ساليسيليك اسيد، وفي امثله كتير جدا في السوق للقصه دي. لو هنتكلم عن المستورد في الفيشي نورماديرم وفي السيرافي. وكمان نقدر نستخدم الميليندا غسول من الحاجات الكويسه قوي اللي فيها ساليسيليك وبتفرق جدا في موضوع البشره الدهنيه والمختلطه. تاني خطوه بالنسبه لنا هتكون ان احنا نستخدم كريم الترطيب اللي بيقلل شكل المسام اللي هو السيبيوم بور ريفاينر او الافاكلار مات. واخيرا الصبح محتاجاكي تستخدمي السان بلوك او السان سكرين بتاعك صيف او شتاء. هو دوت الروتين الصباحي بس. الروتين المسائي بقى هنزود فيه شويه خطوات. اول حاجه طبعا هتعملي خطوه الدبل كلينزنج، او ان احنا نستخدم ماء مثلر عشان تنضفي وشك، وبعدين الغسول اللي فيه الساليسيليك اسيد زي الصبح بالظبط. تاني خطوه بالنسبه لنا بتكون كريم العين زي اي حاجه من اللي انا قلتها خلال الحلقه. تالت خطوه بالنسبه لنا بتكون الاكريتين او الادابالين عشان موضوع المسام الواسعه. واخيرا هطلب منك تستخدمي مرطب سواء الافاكلار مات او حتى اي مرطب عندك زي سيرافي مثلا، بحبه جدا عشان فيه سيراميدز. وبكده تبقي قفلتي الروتين الليلي بتاعك. لو عايزين شويه اقتراحات هحط لكم دلوقتي لينك الحلقه بتاعت احسن غسول ساليسيليك اسيد في السوق. انا جربته ورخيص وفعلا حلو جدا، في جلايكوليك وفي نياسيناميد وفي حاجات كتير جدا. وكمان هحط لكم اهم 6 اخطاء في الروتين بتاعك ممكن تدمروا حتى لو انت بتستخدمي اغلى المنتجات. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، واشوفكم في الحلقه الجايه.